القصة هاد الحلقة عنوانها مول الطاكسي. هادشي اللي وقع لهاد السيد كان سبب في الصمت ديالو. المدة ديالها سنة ونصف ما كيدويش، غير كيبتسم وكيدوي بالإشارة، وهو متبع الحصص عن طبيب نفساني. من بعد وقعت ليه هاد الصدمة. كان في عمرو 38 سنة، الشيفور ديال الطاكسي بيض، اب دابا وعنده بنيه ووليد. هادشي اللي غادي نعاود لكم وقع ليه في العطاويه في طريق ديمنات، دابا واحد 5 سنين هادي. غادي بواحد العائله تلاقى بها حدا المحطه الطرقيه ديال ولاد زيان. طلبوه ورغبوه يوصلوهم في الوقت اللي هو راجع في حاله للدار. بانوا ليه ناس معقولين ومتقلين وكانوا مزروبين، والكران ديك الساعه كاملين دايرين اضراب. راه الناس ولاد درب كبير وعين البرجة غادي يعرفوا هادشي. ما علينا. تفاهم معاهم على الخلاص، هزهم شد الطريق مع ديك 9:30 ديال الليل. غادي وكيدوي مع الاب ديالهم بارق قدامه، والمدام ديالو وبناتو اللور. الطريق كامله وهو كيدوي معاهم مقشبين وناشطين. واحد الوقيته وصلوا لواحد دوار سميتو دوار ولاد صالح. قالو السيد وقف هنا، الله يخليك نعطي واحد الامانه للوالد ديالي كيسكن هنا بالزربه، غير واحد الربع ساعه، الله يجازيك بالخير. مول الطاكسي على نيته قال لي خذ راحتك غير ما تعطلش. صافي بقى مع مرتو وبناتو في الطاكسي. زاد شويه في صوت الراديو، بدا كيسمع شويه ديال القران، ومره كيشوف في الروتروفيزور، كيشوف شكون جاي وراه، وكيشوف مرتو وبناتو سقلو غير بنص عين من بعد ما كانوا محيحين وناشطين. قال لهم الوالد ديالو عايش مع خوتو هنا اولا غير بوحدو. ما جاوبوش. عاود نقسم الراديو وسولهم، قال لي لا واش الوالد ديالو عايش غير بوحدو هنا؟ ولكن هاد المره تلفت عندهم ما جاوبوش، ولقاهم كيشوفوا فيه كاملين. واحد الشوفه ماضيه وهو يدير واحد الضحكه صفراء حيت ما فهم والو. صافي جبد قرعه الماء بدا كيشرب، وهي تقول ليه بنت داك السيد اللي خرج، بابا ما غاديش يرجع، غير كذب عليك، ثقوا بيا. فسمعها والطريقه باش قالتها بديك الثقه وهي الصغيره فيهم، واللي زاد خوفات مول الطاكسي. هو كل شي بقى ساكت. قال ليها كيفاش علاش، وكيضحك ديك الضحكه تاني. فاش شاف في الروتروفيزور كيبان ليه البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه، والكبيره على اليسار، والام في اليمين، وكتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه. صافي بتما بدا كيتخربق وخدم ليه راسو. وهو يروم من الطاكسي للبيستا وحاضي الظلام والخلا والقفار. بدا كيدير راسو كيغني بشويه بحال ما مسوقش ليهم حتى يجي باباهم، وما بقاش قادر يشوف وراه. بكل صراحه شويه شاف المكانه، لقى السيد تعطل بزاف. يلا غادي ينزل يشوف واش جاي، كيحس بشي واحد كينغز فيه في ظهره. فاش تلفت وهي تدفل عليه ديك السيده في وجهه كتغوت بالجهد، سير عطينا اتساع، اشنو بغيتي عندنا، عجبك الحال دابا؟ هو ديك الساعه مشى اللي يشوف شي 50 ثانيه وجاتو بحال الدوخه. فاش رجع الوعي حل الباب بالجهد باش يجري عليهم كاملين، يخرجهم ويهرب بحالو. فاش حل الباب ما لقى حتى واحد في الطاكسي. فشل وطاح على ركابيه وكيبكي. ديما الطاكسي تلفت على الطريق، غير بغى يهرب ديك الساعه، ومن بعد غادي بواحد السرعه خياليه حتى بانت ليه الطريق، شدها وبقى غادي واخا ما عارفش وما بانش ليه حتى بلاكا. شويه كيبان ليه واحد البراج وهو يفرح. شويه عاود ليهم وسولهم فين دابا انا؟ قالوا ليه في الجواله.
المهم قالوا ليه ما تخاف والو، وهو ديك الساعه لقى راسو دار شي حاجه في حوايجو بالخلعه، ورجع وما كيشوفش الروتريفيزور، ومخدم الراديو على الجهد. فاش تلف وصل لكازا، دخل وكيقول الحمد لله انا ولد شون دو تير. بلاصه الطاكسي سلم على العساس، قال له ما الحوايجك مقطعين؟ انا كاع ما شفتهم ولا حسيت بهم. قال له تا الصباح ونعاود ليك. قال لي ياك لاباس، هي تجيني البكيه تاني، يعني جات البكيه لمول الطاكسي. يلا قال ليه برك وعاود ليا وانا نشوف هذيك العائله خوتي دايزين من الشارع وكيشيروا بيديهم جهه مول الطاكسي. حل عينو لقى راسو في السبيطار ديال محمد الخامس، ودايره به مو باه وخوه الكبير. من تما هو مريض ومتبع عند طبيب نفساني. من بعد ما دار الرقيه وكل شيء، سمحوا لي طولت عليكم، ولكن باش تعرفوا شنو داز عليه، والحمد لله على كل حال. نتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله.